تعود قصة هيثم العدني إلى جريمة حدثت قبل 5 سنوات مضت، حيث تبين أن الشاب هيثم العدني كان يعمل لصالح مواطن عماني، وكان هناك خلاف كبير بينهم لأن العماني طلب الزواج من أخت هيثم بالسر، وقام بتهديده إذا لم يوافق فاضطر هيثم لطلب لمساعدة من شقيقها غير الشقيقة، حتى انتهت خلافات بطعن لمواطن العماني. وتم كشف بصمات هيثم على السكين، والتي زعم أنها ناتجة عن محاولته سحب السكين من جسد الضحية، لكن هذه البصمات كانت كافية لتثبت مسؤوليته في الجريمة، حيث جرت محاولات مكثفة من قبل وسطاء ووجهاء المجتمع لإقناع أولياء الدم بالتنازل عن القصاص، ورغم الجهود التي بذلها الوسطاء للتوسط في سبيل العفو عن هيثم، ورغم الشكاوى والمراجعات القانونية التي أثيرت، انتهت الأمور بتنفيذ حكم الإعدام.